عمرك صحيت من النوم لقيت في حد قاعد فوق دماغك وبيخنقك ومش قادر تتحرك ولا حتى تصرخ؟ بتحاول انك تنادي بس صوتك مش طالع، عينك مفتوحة، كل حاجة حواليك باينة بس انت مش مسيطر على جسمك، والأسوأ انك حاسس ان في حاجة معاك في الأوضة، انت مش لوحدك. هنا شافوا كائن اسود ملوش ملامح، ناس تانية قالت انها شافت حد واقف وبيبص لها او حتى بيقرب منها. هل ده مجرد كابوس ولا في تفسير تاني أخطر؟ اهلا بيكم في حلقه جديده. لو انت اول مره تتفرج عليا فانا اسمي ماجد وبقدم محتوى عن القصص الغامضه والحاجات الخارقه للطبيعه. بنزل فيديو كل اسبوع، فلو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب وتسيب كومنت برايك في الفيديو. قصه النهارده هي عن الجاسوم او زي ما سماه العلم شلل النوم. حاله بتجيلك وانت في عز نومك وبيكون عقلك صاحي وواعي لكل حاجه حواليك وعينك شايفه كل حاجه كويس جدا، لكن جسمك داخل في حاله شبه الشلل التام، لا قادر تتحرك ولا قادر تنادي على حتى يخرجك من اللي بيحصل ده. وبيستمر الوضع ده معاك يمكن لدقيقه او لاخطر شويه، بعد كده جسمك بيرجع لطبيعته تاني وبتصحى من نومك وتبدا تستوعب اللي بيحصل. الجاسوم او شلل النوم حصل لناس كتير جدا مننا، لان حسب دراسات حديثه قالت ان اكتر من 167 مليون شخص جالهم الجاسوم، من ضمنهم 37 مليون شخص جالهم الجاسوم لاكتر من مره في حياتهم. في دراسات تانية قالت ان الجاسوم بيجي ل 80% من البشر، يعني من كل 10 اشخاص بيجي ل8 منهم لو لمره واحده في الحياه، لكن دي دراسات غير مؤكده. ومن اول الناس اللي اتكلمت عن الجاسوم كان العالم العربي ابن سينا، اللي وصف في كتابه القانون في الطب ان لما بيجي الحد بيكون على هيئه خيال قاعد فوقك وانت نايم، وبتبقى حاسس ان في حد بيخنقك وبيفضل يخنق فيك لدرجه ان لو الوضع طول شويه عن العادي ممكن البني ادم يموت من الخنقه. وابن سينا قال ان سبب الحاله دي هي ان الشخص بيكون واكل كميات كبيره من الاكل ونايم، او بسبب تصاعد ابخره من الجسم بالمخ فبتاثر عليه وتخليه يهيئ لك اللي انت بتحسه ده. وفي ناس كتير جدا من العلماء العرب اللي كتبوا عن الجاسوم في الكتب الطبيه الخاصه بيهم، زي ابن المنظور وابن حجر العسقلاني والجاحظ وابن سينا. اما التفسيرات الحديثه للجاسوم ففي شويه خرافات متداوله بين الناس، وهي ان الجاسوم ده جني بيظهر لك على هيئه ظل قاعد على صدرك او واقف جنبك، لكن كل الكلام ده غير صحيح نهائيا. العلماء قسموا فترة النوم لأربع مراحل، والمرحلة الأولى وهي بداية النوم، ودي أول مرحلة لما بتبدأ إنك تنام وبتبقى نص صاحي ونص نايم. ممكن تحس إنك بتقع فجأة، النبضة المشهورة اللي حصلت لنا كلنا تقريبا. سهلة في السريع أشرح لك أسبابها، أنا مش هسيبك في حاجة على عماك، هعرفك كل حاجة. ركز معايا بقى. أنت لما بتبدأ تنام يا معلم المخ بيقلل النشاط بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت العضلات بتبدأ إنها ترتخي، فأحيانا المخ بيفهم الارتخاء ده غلط فبيفتكر مثلا إنك بتقع، فبيدي أمر سريع للعضلات إنها تتحرك فجأة، وده بيكون السبب في النفضة اللي بتحصل. أما المرحلة الثانية من النوم وهي النوم الخفيف. في المرحلة دي جسمك بيبدأ إنه يهدى ونبضات القلب والتنفس بيبطئوا جدا ودرجة الحرارة بتاعت الجسم بتقل بشكل تدريجي، ودي أطول مرحلة في النوم وبتاخد حوالي 50% من وقت النوم. وبعد كده بتدخل على المرحلة الثالثة وهي مرحلة النوم العميق، ودي أعمق مرحلة للنوم. صعب جدا 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 إن حد يصحيك فيها، لأن جسمك في الوقت ده بيبدأ إنه يصلح نفسه، عضلات، مناعة، طاقة، بيصلح نفسه من كل حاجة. كل حاجه حصل لك في اليوم بتتصلح في الوقت ده. في الفتره دي بالذات لو صحيت منها بتحس انك مخنوق قوي ومش مركز طول اليوم، وبتبقى عاوز تنام تاني حتى لو نايم اكتر من 7 ساعات، لكن بتحس انك مش شبعان نوم وجسمك بيكون مكسر جدا، لان الجسم ما قدرش انه يصلح نفسه بالشكل المناسب اللي يهيئ له انه يكمل باقي اليوم او اليوم الجديد. بعد كده بندخل في المرحله الرابعه وهي مرحله الاحلام، ودي اهم مرحله بالنسبه لنا النهارده، لان في المرحله دي هي اللي بيحصل فيها الجاسوم او شلل النوم. اول حاجه المرحله دي اسمها ريبيد اي موفمنت او مرحله العين السريعه، ودي المرحله اللي بتحلم فيها. المخ بيكون نشط جدا تقريبا زي وانت صاحي، لكن الجسم بيكون مشلول مؤقتا. شلل النوم ده بيحصل لما تكون داخل او خارج من مرحله الار اي ام دي. المخ بيصحى لكن الجسم بيكون لسه في وضع الشلل، وقتها بتحس انك مش قادر تتحرك، ممكن تشوف كوابيس كانها حقيقيه، لان الحلم وقتها يندمج مع الواقع، وده اللي بيخلي الناس فعلا تحلف انها شافت حاجات حقيقيه في الاوضه، او انها كانت طايره في الجو، او انها شافت حد قاعد فوق دماغها بيخنقها، او كل الكلام اللي بيتقال ده. وفي المرحله دي من النوم العقل بيفرز ماده اسمها الاسيتايل كولين، لان في الوقت ده المخ بيكون نشيط جدا زي وانت صاحي تقريبا زي ما قلت لك، والجسم بيكون مشلول مؤقتا عشان ما ينفذش الاحلام اللي انت بتحلم بيها. دور الاسايلكولين في مرحله الاي ام دي هي ان مستوى الاسايلكولين بيعلى جدا في المخ. الماده دي بتساعد على تنشيط الاحلام وارسال اشارات بتمنع العضلات من الحركه، فبتعمل شلل مؤقت في الجسم زي ما قلت لك، لان لو الماده دي ما اتفرزتش الجسم هيقوم ينفذ الحلم اللي بيحلمه. يعني مثلا لو بتحلم انك بتتخانق اهلك هيقوموا يلاقوك واقف قدام السرير بتضرب في حد ومش موجود اصلا، ودي حاجه هينه شويه. الله اعلم انت ممكن وقتها
تكون بتحلم بايه، ربنا يسترها. دلوقتي انت هتقول لي ايه علاقه الجاسوم باللي بيحصل ده؟ اقول لك سؤال منطقي. بص يا معلم، اللي شرحناه عن الاسيتايل كولين هو السبب العلمي، والجاسوم هو الاحساس اللي انت بتعيشه. اللي بيحصل بالظبط انك بتدخل في مرحله الار اي ام، المخ وقتها بيفرز اسيتايل كولين بكميات عاليه جدا، فالماده دي بتخلي الاحلام قويه وفي نفس الوقت بتمنع حركه العضلات، فبتعمل شلل مؤقت، وده طبيعي جدا. المشكله بقى انك في الوقت ده بتصحى فجاه، فبيكون مخك شغال والجسم لسه مشلول بسبب الاسيتايل كولين اللي اتفرز بكميات كبيره جدا، وفي نفس الوقت ضربات قلبك بتكون سريعه بشكل مهول. هنا بتحس ان في حد قاعد على صدرك، وده طبيعي بسبب سرعه ضربات القلب اللي تسبب انك تحس بخنقه، وفي نفس الوقت بتكون مش قادر تتحرك، ده بسبب افراز الاسيتايل كولين بكميات كبيره. فممكن تشوف او تسمع حاجه على خيالها لك وهي مش موجوده اصلا، وده طبيعي برضه. المشكله بقى انك في الوقت ده بتصحى فجاه، فبيكون مخك شغال والجسم لسه مشلول بسبب الاسيتايل كولين اللي اتفرز بكميات كبيره جدا، وفي نفس الوقت ضربات قلبك بتكون سريعه بشكل مهول. هنا بتحس ان في حد قاعد على صدرك، وده طبيعي بسبب سرعه ضربات القلب، فبتحس بخنقه، وفي نفس الوقت بتكون مش قادر تتحرك، وده بسبب افراز الاسيتايل كولين بكميات كبيره. فممكن تشوف او تسمع حاجه عقلك خيلها لك وهي مش موجوده اصلا، لانك بتكون مش في وعيك الكامل. في اقل من لحظه العقل بيبدا يدرك اللي حصل ويبدا يفرز ماده اسمها اسيتايل كولين ستريس، ودي ماده شغاله زي مقص سريع جدا. اول ما الاسيتايل كولين يخلص، الانزيم ده بيكسره فورا الى مكونات بسيطه، فالاشارات العصبيه بتقف فورا، والعمليه دي بتحصل في جزء من الثانيه. هتقولي طب لما عمليه تكسير الاسيتايل كولين دي ما بتاخدش جزء من الثانيه، ليه شلل النوم بنحس بيه وبيقعد اوقات لدقيقه كمان؟ وده سؤال ذكي جدا ونبيه منك. المخ كان في وضع الار اي ام، يعني اخر مرحله من النوم، في شبكه كامله من الاشارات، واسيتايل كولين عالي، اشارات تانية بتمنع الحركه. فلما تصحى فجاه المخ بيفوق الاول، والجسم بيتاخر شويه في فك الشلل، فمش مستني الاسيتايل كولين نفسه يختفي، لكن مستني النظام كله يرجع للوضع الطبيعي. العلماء قالوا ان الجاسوم ده ليه اسباب بيجي منها، من ضمن الاسباب دي تقلبات النوم. يعني انت طبيعي مثلا بتنام بالليل وتصحى الصبح، فلو يوم طبقت وبعدها جيت نمت عادي ورجعت طبقت تاني ورجعت نمت من الظهر للمغرب، كل اللخبطه دي بتسبب في ان يجيلك الجاسوم. وبرده الضغط النفسي، في بعض العلماء قالوا ان الجاسوم بيجي بسبب النوم على ظهرك لفتره طويله، او انك بتاخد بعض الادويه بتقلل النشاط العقلي، او بتاخد منبهات بشكل كبير، يعني قهوه، شاي، خمور، كل الكلام ده. وبكده نكون قلت لك التحليل العلمي والمنطقي السليم لشلل النوم او الجاسوم. اما اي حاجه انت سمعتها قبل كده فهي لا اساس لها من الصحه خالص، وكلها كذب في كده، لا شلل النوم جنيه ولا حد جه عشان يموتك ولا اي حاجه من الكلام ده. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده. ما تنساش تسيب رايك في كومنت، ولو مش عامل سبسكرايب ما تنساش تعمل سبسكرايب، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان. كان معاك ماجد.